أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حوارنا الأول هذا الصباح، وهنتحدث فيه عن انطلاق الانتخابات في الدوائر التي تم إلغاء نتائجها، وهي 30 دائرة في المرحلة الأولى. نتحدث طبعا عن انطلاق إن شاء الله في الساعة 9، يعني المفروض أن الآن اللجان تم فتحها. هنتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفتي في الاستوديو دكتورة مريان جرجس الكاتبة الصحفية. دكتورة مريان صباح الخير واهلا بيك. صباح النور يا فندم، اهلا بيك. يعني بداية خلينا نبدأ في العملية الانتخابية كلها، قراءتك للعملية حتى الآن، دوائر تلغى ودوائر إعادة إلغاء دوائر تانية. صحيح. وما زال لسه طاعون على المرحلة الثانية تقريبا 270 أو حاجة زي كده. ويعني قراءتك للعملية الانتخابية حتى الآن. طيب خلينا في البداية أستاذ حسام نقول إن حقيقي الدولة المصرية لديها نية حقيقية تجاه المشاركة الواعية وليس المشاركة الإيجابية فقط. يمكن دايما كنا بنتحدث في السنوات السابقة عن المشاركة الإيجابية، وإن المواطن لا يتقاعس، وإن احنا نخرج من حالة السبات السياسي اللي كنا فيه، وإن احنا نشارك مشاركة إيجابية في الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية تشريعية بصفة عامة. ولكن الحقيقة يمكن ظهر جدا في هذه الانتخابات البرلمانية النية الحقيقية للدولة المصرية أن يكون المواطن واعي ويشارك بشكل واعي جدا في صناعة القرار أيضا من خلال الانتخابات التشريعية في ال5 سنوات القادمة. عايزة أقول لحضرتك أنه هذه الانتخابات هي مهمة جدا. يعني هذا البرلمان هو مدته طبعا من أول جلسة بينعقد فيها يستمر 5 سنوات، يعني تقريبا هينتهي في 2031. نحن نتحدث عن مجلس أو برلمان سيشهد فترة رئاسية جديدة. نعم. فهذا البرلمان مهم جدا أن يكون معبر حقيقي عن الإرادة الحقيقية للناخبين وأيضا عن الإرادة الحقيقية للمصريين. الحقيقة كمان أنه في ملفات مهمة جدا في ال5 سنوات القادمة هتكون على طاولة الدولة المصرية وعلى الأجندة الرئاسية. وأيضا مهم جدا أن يكون هناك مرشحين حقيقيين وأعضاء مجلس نواب يتحدثوا عن الرغبات وعن المستقبل المصري. الحقيقة بنتكلم عن الاقتصاد، عن السلع، عن أيضا تثبيت الأمن القومي، عن الملفات المهمة. حضرتك تعلم أنه داخل مجلس النواب في أكثر من 25 لجنة نوعية، اللجان الخارجية واللي تتحدث عن الميزانية، وأيضا لجان كثيرة بتتحدث عن التعليم والصحة. ففي ملفات مهمة جدا لابد أن يكون هناك مرشح وأن يكون عضو مجلس نواب يعبر حقيقي عن الإرادة الحقيقية. وقبل ما يعبر عن الإرادة الحقيقية، إن ما هو ممكن الإرادة الحقيقية وأنت عارفة، ودي كانت مشكلة موجودة، إن المصريين يتعودوا على نائب الخدمات. صحيح. اللي هو بيعبر عن ارادتي ان انا عايز انقل ابني من المدرسه. ويمكن امل زميلتنا سالت السؤال ده الصبح. فعلا. لكن الاراده الحقيقيه ان النائب ده دوره المهم هو التشريع اللي هيأثر على حياه المصريين كلهم. حقيقي. ففكره ان يكون النائب على هذا المستوى، تشريع اقتصادي، تشريع سياسي، امن قومي، بنتكلم على حاجة سياسة خارجية. بعض النواب في بعض الدول بيبقوا ممثلين للدولة زي السفير بالظبط. فهنا حضرتك قلت نقطة مهمة جدا، فكرة الوعي عند المواطن. هل الوعي أصبح كافي، ولا المشاكل اللي احنا شفناها في بعض الدوائر تدل ان ما زال الوعي متذبذب؟ صحيح. لا طبعا نحتاج مزيد من الوعي. يمكن الخروقات اللي شافتها المرحله الاولى من الانتخابات كانت كثيره بعض الشيء. وهرجع معاك للساده المشاهدين لسؤال مهم قوي. يمكن اول لما بدا الفيتو الرئاسي والسيد الرئيس تحدث انه لابد من المراجعه لكل المراجعه القانونيه عجبتني الفيتو الرئاسي. صحيح. الممارسات التي حدثت في المرحله الاولى. ويمكن الهيئه الوطنيه طلعت وقالت هناك خروقات. كلنا قلنا خلاص الانتخابات تتلغي برمتها بشكل كامل. ولكن الحقيقه يمكن لما تمعنت في الامر لقيت لا، ان احنا لدينا مؤسسات، لدينا هيئة خاصة، الهيئة الوطنية للانتخابات، لدينا القضاء. فإذا هناك آلية تمييز يقدر يفرق ما بين الدوائر الصالحة والطالحة، ما بين الممارسات اللي حصلت بشكل واعي وناضج وبين الممارسات اللي هي تعتبر يمكن في مرجعية قانونية مهمة جدا لابد الإشارة ليها يا أستاذ حسام. إن الدستور المادة 106 من الدستور بتنص طبعا عن أن القضاء ومحكمة النقد هي لابد إن هي يعني بتحكم في شرعية أعضاء مجلس النواب. نعم. أيضا لدينا قانون 198 لسنة 2017 وهو قانون خاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، ولدينا قانون مجلس النواب 46 لسنة 2014. كل هذه المرجعية القانونية استندت عليها الدولة المصرية بمؤسسة القضاء طبعا لفرز هذه الممارسات وأيضا لتحديد. فده كان بيجاوب على سؤال مهم جدا أكيد كان موجود في وجداني في وجدان حضرتك وكل الناس اللي كانت بتتابع المرحلة الأولى. طب ليه ما اتلغتش برمتها؟ لأن احنا لدينا دولة ولدينا قضاء يستطيع فرز وتمييز
والحقيقه دي بتدل على حرفيه مؤسسه القضاء طبعا المصري. وبرضه نأكد ان موضوع الإلغاء في يد القضاء وليس في يد الهيئة الوطنية للانتخابات. هو بيتقدم الطعن إذا في حد لديه بعض من المشاكل أو الطعون، بتقدم الأول للهيئة الوطنية للانتخابات، ثم القضاء الإداري، ثم المحكمة الإدارية العليا. نعم. يعني حضرتك طبعا تابعت أنه كان في 19 دائرة ملغاة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم أزيد عليها بعض من الدوائر لحد ما وصلنا ل 30 دائرة ملغاة. فإذا هنا ده كان أيضا إجابة للسؤال، إحنا لدينا دولة لديها من الجاهزية القضائية واللوجستية انها تقدر تميز الخروقات الجسيمة. طبعا الخروقات الجسيمة متمثلة في اختلاف الاعداد الاصوات الحقيقية ما بين اللجان الفرعية واللجان الرئيسية، وايضا حتى منع المحاضر الاصوات اللي بيعتمدها بعض الاجراءات اللي تم الخلل فيها اللي اسقطت هذه اللجان. دي خطأ جوهري بيعتبروا القوانين الخاصة بالانتخابات او بالعملية الانتخابية ان دي قوانين جوهرية بتشكك في سير العملية الانتخابية وتشكك في نزاهتها طبعا. طيب هكون صريح معاكي، كان تاني يوم على طول للقرار تقريبا يوميها يوم التويته بتاعت السيد الرئيس، ولما طلع المؤتمر بتاع الهيئة الوطنية للانتخابات كان معايا على التليفون خبير دستوري، وهو قال ان كان الأجدى ان هي تتلغي المرحلة كلها، لان كده بيعرض الانتخابات وبيعرض المجلس ان لو تقدم عليه طعون دستورية في الدستورية العليا ممكن يلغى. هنا برضو فكرة لماذا تم تفضيل ان انا اعمل لجان وبعدين يطلع لي لجان تانية هلغيها ويطلع لي لجان تانية هلغيها، ما كنا لغينا المرحلة الاولى؟ وده سؤال انا بسأله طبعا. صحيح. انت لسه يعني ده السؤال فعلا اللي كان في وجداني، ويمكن قلت طب ليه ما تتلغي المرحله كلها بأكملها، ولكن اكتشفت ان الدوله المصريه لديها من الاليات، وده ليس اطراء ولا مدحا للدوله المصريه، ولكن ما هو احنا عندنا من الجاهزيه اللوجستيه، عندنا مدارس وعندنا قضاه وعندنا الجاهزيه اللي تخلينا نعيد الانتخابات كلها مره اخرى. ولكن اذا استطعنا تمييز بعض الدوائر اللي حصل فيها خروقات كثيره، وعلى فكره ده بان في المرحله الثانيه، يعني حضرتك هتلاقي انه الخروقات لم تكن بهذا الحجم في المرحله الثانيه زي صحيح. المرحله الاولى. فاذا ما دام القدره عندنا على ان احنا نقدر نميز ما حدث من اخطاء وتمييز الاخطاء الجسيمه اللي بتؤثر في العمليه الانتخابيه، فيبدو ان الدوله المصريه لديها القدره على ان هي لا تعيد الانتخابات برمتها بشكل كامل. للاسف ما زال عندنا ما يسمى بالعصبيه القبليه، والعصبيه يعني لمرشح معين عشان هو دايرتي متعود عليه، اذا كان نائب خدمات صحيح. قبل كده او نائب ابن نائب قديم او كده. امتى نخرج من ده؟ صحيح. انا عايزه اقول لحضرتك كمان المألوف، يعني احيانا في ناس اللي بيكون ليس لديها درايه بالمرشحين بتاع الدايره بتاعتها صحيح. ولكن لمجرد انه ومش كمان مش بالبرامج بتاعتهم بالظبط، او حتى ان هو من نفس الطائفه او من نفس الدين، هي نفس الهويه القبليه الهويه الدينيه. فالحقيقه طبعا ان ده يعني هنرجع الى وعي الشعب المصري، وهرجع اقول لحضرتك ان الدوله المصريه لديها نيه حقيقيه فان يكون صياغه جديده للشخصيه المصريه. ودايما بقول المواطن المصري لما يروح ينتخب مرشح بعينه، هو مش مفروض يكون محلل سياسي عشان يقدر يفهم برنامج هذا الناخب، هو بكل بساطه ان هو يقدر يراجع. يعني احنا المصريين عندنا كثيرين الاستخدام لشات جي بي تي وكل وسائل صحيح. التواصل الاجتماعي، يقدر بكل بساطه يكتب اسم النائب ويعرف ايه الملفات المهمه اللي مطروح على اجندته، يقدر يشوف لو هو يعرف خلفيته، هل بالزبط. هو مثلا عنده خلفيه قانونيه؟ اعتقد ان في قانون الوقت ان الناخب لازم يكون معاه شهاده جماعيه. طبعا اكيد لازم يكون معاه مؤهل جامعي، والحقيقه دي شيء مهم جدا، لان احنا لابد زي ما قلت لحضرتك برلمان ال5 سنوات القادمه هو برلمان ذات اهميه مختلفه عن البرلمان السابق، وطبعا ان يكون ممثل لكل الفئات ويكون في نسبه كبيره من المراه ويكون هناك من الشباب. طبعا تمكين الشباب من خلال البرلمان القادم ده مهم جدا، لانه ايضا هيعكس رؤيه الدوله المصريه في السنوات القادمه. لما نيجي نتكلم على ما عكسته التويته بتاعت السيد الرئيس على الشارع صحيح، وما عكسته قرارات اللجنة العليا بعد التويته، وطبعا يعني يمكن كمان المستشار أحمد البنداري
لما طلع وقال يا جماعه انتوا بتتكلموا، احنا بنتكلم في 19 دايره دي فيها 6000 مش عارف ايه، صحيح. واحنا عشان نقرر ان الدوائر دي تتلغي احنا بنحصر آلاف الأعداد ومش هياخد مننا 3 ساعات من ساعة ما سيادة الرئيس طلع التويتة لغاية كده. لكن رؤيتك الصحفية لفكرة التويتة وبعدها المؤتمر، صحيح. واتخاذ القرارات بهذه السرعة. طيب خليني أقول لحضرتك أن هذه التويتة الرئاسية كانت ثلاثية الأبعاد، كان ليها صدى في الداخل المصري، كان ليها صدى في المصريين خارج القطر المصري اللي هم بيصوتوا طبعا ويشاركوا في العملية الانتخابية خارج البلاد، وكان ليها أيضا صدى في كل المنظمات وكل الدول الغربية اللي بتراقب العملية الانتخابية. يمكن السادة المشاهدين عارفين أن بيبقى فيه مناديب من بعض المنظمات بيراقبوا العملية الانتخابية، وأيضا في الخارج هناك أعين كثيرة على هذه العملية الانتخابية. الصدى المصري الحقيقه انه ده كان بمثابه طمانينه، ان السيد الرئيس بيطمن الشعب المصري ان هناك شفافيه وان الدوله المصريه لن تقبل باي انتخابات لا تعبر عن اراده المصريين، وايضا لن تقبل ابدا باي عمليه غير شفافه وغير امينه في هذه العمليه الانتخابيه. بالنسبه للمصريين في الخارج اعتقد ده يمكن زود اقبالهم، وشفنا ده في المرحله الثانيه انه ازداد قبول المصريين على المشاركه في العمليه الانتخابيه، لانهم ايضا شعروا بان هذه الدوله تريد أن يكون هناك عملية بمنتهى النزاهة والشفافية الانتخابية. الصدى الثالث وهي المنظمات، إن حضرتك بتقول أنه أنا ليس لدي ما أخفيه، إذا كانت في أي خروقات فأنا كدولة قادر على أن أتعامل معه. والحقيقة ده يعني أكثر حرفية وأكثر مهنية من أن أنا دايما أتستر على الأخطاء أو أقول أنا ما عنديش أخطاء، بالعكس، أو استنى لما حد يقول فأبدأ أطلع أنا أتكلم، أو أن حد يبدأ يرصد عندي أنا الأخطاء، ولكن منتهى المهنية أن أنا أرصد الأخطاء كدولة بنفسي، وأن أنا يكون لدي الآلية للتعامل مع هذه الأخطاء. لما أجي أتكلم على المصريين في الخارج، ويمكن مش أول مرة، بس فكرة المشاركة مهمة، ويمكن شفنا مشاركة كبيرة جدا. يعني احنا متعودين على المشاركة في اختيار الرئيس، لأن ده بيمس كل المصريين في الداخل وفي الخارج، لكن المشاركة البرلمانية يمكن المصري في الخارج وبالذات الناس المقيمة اللي هم عايشين فعلا بره وولادهم عايشين بره، واحنا بنتكلم دلوقتي في وصل 4 أجيال، مش هنقول 3 بس. لكن فكرة المشاركة برضو ان هم بيحبوا يعرفوا ان هم يشاركوا ويسألوا على الناخب، واحنا بنتكلم على دوائر اللي هو واحد ممكن يكون من قرية داخل محافظة صحيح. كبيرة. صحيح. قريت ازاي المشاركة؟ صحيح. دايما المصريين في الخارج لديهم وطنية وولاء طبعا ان هم يكونوا جزء من صناعة القرار المصري حتى على مستوى الانتخابات التشريعية، ولكن عايزة اقول لحضرتك ان العملية الانتخابية في الخارج مش بتكون بهذه السهولة ان حضرتك بتتوجه لأقرب مدرسة على بعد كيلو او 2. صحيح. ولكن عايزة اقول لحضرتك انه التصويت بيكون في السفارة فقط، فاذا او القنصلية يعني او ممكن يعني 2 مكانين 3 يعني في الدولة كلها. صحيح. فالمصري يعني قد ايه بيسافر يعني صحيح. مسافة كبيرة جدا ليصل إلى مقر الاقتراع، ولكن هذا ما اعتدناه من المصريين إن هم يشاركوا في صناعة القرار. وعايزة أقول لحضرتك إنه الدولة المصرية بعد 2013 خلقت حالة معينة خلت كل المصريين يشعروا إن أصواتهم حقيقي، وإن هم فعلا بيرسموا هذه اللوحة، إن هم أجزاء أو أدوار فاعلة في هذه المشهد، وإنه مش هم فقط مجرد قطع أو أصوات بيتحط مكانها. قبل 2013 في هذا السبات السياسي اللي كلنا كنا فيه يمكن المصريين ما كانش بيشاركوا بهذه الطريقة، ولكن هذه أو بيشاركوا مدفوعين بشكل ما. ولكن هذه الحالة أنا عايزة أقول لحضرتك في برلمان 2012 كان في، يمكن تتذكر وإحنا عاصرنا هذه المشاهد المخجلة في سنة الإخوان المشؤومة، كان في تعطيل للناخبين، يعني كنا بندخل ندلي بأصواتنا ولكن كنا بنلاقي عراقيل وتعطيل عشان طبعا هم يمرروا الانتخابات كما يروق لهم. فدي نقطة مهمة جدا، نفسي السيد المشاهد الكريم ان هو يعيها، ان حقيقة الدولة كل التسهيلات اللي بتعملها دي هي ليست جاهزية مجرد يعني للمشهد والتصوير، ولكن هي لتذليل العقبات لكي يرسم المواطن جزء من هذه اللوحة في الدولة المصرية. هسألك سؤال، بما اننا اعلاميين وصحفيين والمتابعة الصحفية للانتخابات، وهيستوقفني موقف حقيقة. يمكن انا كنت في الهيئة الوطنية للانتخابات من أسبوعين تقريبا، وكان القاضي أحمد المنداري في المؤتمر كان بيتكلم عن فكرة أن القضاة لازم يسهلوا عمل كل من يحمل تصريح من الهيئة الوطنية
للانتخابات سواء إعلامي أو صحفي أو من المندوبين. صحيح. برضو التويتة بتاعت السيد الرئيس، وده اللي هيرجعني للموضوع، كانت بناء على ما شاهدوا وما تابعوا على السوشيال ميديا. قراءتك للسوشيال ميديا دلوقتي وتأثيرها على المشهد الانتخابي وعلى هذه المشاهد، وأيضا على فكرة أن يكون عندنا متابعة للانتخابات بأعين صحفية، بأعين مش المندوبين بس. صحيح. يعني متابعة الانتخابات طبعا بتتم بشكل مهني جدا، لا يعني مش شرط ان احنا نلجأ للسوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي، لان احيانا بيكون في مغالطة في المشهد. يعني عايزة اقول لحضرتك انه في ظل هذه الخروقات مثلا في المرحلة الاولى، لو في حد لم يحصل على عدد الاصوات الكافي خسر بمعنى اصح، ممكن يستغل ويقول لا ده انا خسرت بسبب هذه الخروقات، بسبب انه كان في بعض التجاوزات، يعني يستغل هذه الخروقات لان هو يداري هذه الخسارة. ولكن الحقيقة مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن ابدا الاعتماد عليها في المتابعه، ولكن في ايضا المركز الصحفي الهيئه للاستعلامات بينظم حتى كل من يريد متابعه الانتخابات بتصاريح معينه، من حق يعني اي صحفي او اي اعلامي يريد متابعه العمليه الانتخابيه من داخل اللجنه. فاحنا مواقع التواصل داخلي او خارجي حقيقي في ناس يمكن بيعملوا بروباجندا على السوشيال ميديا من هدفها ان هم يخلقوا حاله معينه عشان يقولوا لا ده احنا كسبانين، ولكن في خروقات. عشان كده احنا دايما بنقول دايما اعتمد على المصادر الرسميه. طبعا السوشيال ميديا ليست مصدر رسمي. صحيح. انت بتسمع من صوت واحد، الله اعلم ايه الاهداف اللي ورا. اسمحي لي يا استاذه مريان اروح لاشرف مبارك معانا من البحيره. اشرف، تحياتي وصباح الخير. اخبار الدنيا عندك ايه في النهارده، وهل اللجنه فتحت ابوابها في الوقت المحدد؟ صباح الخير يا حسام، برحب بيك من مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة. بنتحدث عن 4 لجان عامة تم إلغائهم وفقا لقرار المحكمة الإدارية بيتم الإعادة في تلك الدوائر. كان هناك أيضا 3 دوائر أخرى، هي دائرة دمنهور ودائرة أيضا كفر الزيات وأبو حمص. هذه الدوائر أيضا تم إلغائها وإعادتها يوم 3 والرابع من شهر ديسمبر الجاري. هذه الدوائر الثلاثة تم يعني إعادتها وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات. أما ال4 دوائر التي نتحدث عنها اليوم ونحن بصددها، وهي الدائرة الرابعة في مركز ومدينة المحمودية، والدائرة الخامسة في مركز ومدينة حشيسة. أما الدائرة يعني الثالثة وهي في مركز ومدينة يعني كوم حمادة التي يتواجد بها، هذا بالإضافة إلى دائرة في مدينة الدلنجات. هذه الدوائر بها يمكن نحو 271 مركز انتخابي بعدد 300 لجنة فرعية بإجمالي كتلة تصويتية بتصل إلى نحو 1.5 مليون ناخب. يمكن هذه الدوائر بتشهد يعني اعمال او اعاده للانتخابات وفقا لما اشرنا لقرار المحكمه الاداريه العليا. ايضا بتحدث عن هذه الدوائر بها كتله تصويتيه كبيره، ويعني محافظه البحيره بها اجمالي كتله تصويتيه بتصل الى اكثر من 4 ملايين ناخب في تلك المحافظه. يمكن ابواب اللجان فتحت في تمام الساعه 9 صباحا في تلك الدوائر التي تعاد بها هذه الانتخابات وفقا لقرار المحكمه الاداريه العليا، ومنذ ساعات الصباح الاولى. اشرف اسمح لي يعني انا الان بيقوم بالانتقال او دخول للجنه الانتخابيه. صحيح، انا شايف ناس كتيره اشرف بدات تدخل، وناس كبار السن داخلين. يعني احنا لسه الساعه 9 وتلت، وما شاء الله الاعداد عندك واضح ان هي كبيره يعني. بالفعل يا حسام، يمكن منذ ساعات الصباح الأولى وتحديدا من الساعة 9 صباحا بدأ المستشار المشرف على هذه اللجنة الفرعية رقم 2 بمركز ومدينة كوم حمادة. هذه الدائرة بها أو مخصص لها مقعدين في مجلس النواب، وهي من أكبر اللجان العامة داخل يعني محافظة البحيرة، وهي بتشهد يعني كما رأينا في الصورة عدد من المواطنين خاصة السيدات الذين دخلوا إلى تلك اللجنة الفرعية منذ قليل، وتستقبلهم اللجنة للإدلاء بأصواتهم. نتحدث عن إجراءات قبيل فتح هذه اللجان، أعمال تأمين للجنة الانتخابية. إذا نظرنا في هذه الصورة سوف نجد عدد من قوات الأمن الذين يتمركزون خارج تلك اللجنة للإشراف على عملية تأمين دخول اللجنة الانتخابية. أيضا رئيس مركز ومدينة كوم حمادة أيضا بيتواجد منذ ساعات الصباح الأولى أمام هذه اللجنة الانتخابية لمتابعة وتقديم التسهيلات لكافة المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم. يعني جميع يعني القوانين
القائمين على العملية الانتخابية جاءوا منذ ساعات الصباح الأولى، سواء محافظة البحيرة ممثلة في مجلس ومدينة كوم حمادة، أيضا قوات الأمن التي حرصت أيضا على التواجد وتأمين عملية دخول الناخبين للعملية الانتخابية. أيضا المشرف القاضي المشرف على هذه اللجنة الفرعية رقم 2 أيضا حرص على التواجد في المواعيد الرسمية ومسمى فتح صندوق الاقتراع لاستقبال الناخبين. أيضا غرفة عمليات في محافظة البحيرة بتقوم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في تلك اللجان العامة لتيسير كافة أو تقديم كافة التسهيلات للناخبين لإدلاء بأصواتهم. أيضا نتحدث عن الصناديق الاقتراع تم إحضارها منذ الأمس. أيضا كراسي متحركة لكبار السن، خيام. أيضا اللجنة تم يعني وضع بقى كافة الأمور اللوجستية لاستقبال الناخبين. لك يا حسام مرة بشكرك أشرف مبارك، كنت معي من لجنة البحيرة، شكرا جزيلا. أستاذة مريان، يعني رؤيتك للمواطنين، احنا بنتكلم على الساعة 9:30 ومواطنين من كبار السن كمان يكونوا متواجدين في الوقت ده. صحيح. انا عايزه اقول حاجه يا استاذ حسام، كبار السن الحقيقه بيكونوا اكثر حرصا على المشاركه، لان هم اللي عصروا كثير جدا من العصور وشافوا الفرق ما بين هذا المشهد الانتخابي وما بين هذه الدوله، دوله 30 يونيو، وما بين الانظمه السابقه. فالحقيقه بيكون عندهم رغبه في المشاركه بشكل كبير جدا. عايزه انبه الساده المشاهدين انه اتمنى انه في النهارده وبكره اي حد يلاقي اي خروقات على الحقيقه الهيئه الوطنيه لديها من الخطوط، خط الساخن، يقدروا عن طريق الايميل او الواتساب ان هم يبلغوا عن هذه الخروقات. المال السياسي لا يجدي، والمال السياسي لا يصنع الدول ولا يصنع صحيح. ابدا الاستقرار ولا القرار الحقيقي للمصريين. وهم احنا دايما بقول احنا بصدد وطن ناضج وكامل النضوج، لابد المواطن المصري يكون ناضج وعلى قدر هذا الوطن الذي يستحق. انا عايز اسالك على مشاركه الشباب، يعني احنا اتكلمنا على كبار السن هم يعني عصرهم وفاهمين، لكن الشباب فين؟ اكيد بيشاركوا طبعا، واتمنى طبعا ان المشاركه تزيد واتمنى ان الوعي يزيد. ولكن دايما هقول لحضرتك ان اللي بيؤثر على الشباب السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا معطله ومضلله زي ما قلنا من شويه. الحقيقه ان هذه يمكن يكون عليها بعض من الدعوات انه هيتم تمرير الانتخابات، لا الحقيقه ده يعني عهد باقي تمرير الانتخابات، وان احنا هنحط وده احنا شفنا يا جماعه قدامكم مش حقيقي. لو كان بالفعل الدوله المصريه لديها هذه القناعه ما كانش ابدا هنعمل كل هذه الخروقات وهنرصد هذه الخروقات وهنعيد وهنبقى في دوائر تعاد. فالحقيقه الشباب من حقهم، والدوله المصريه لديها من الرغبه الكثير لمشاركه الشباب في هذا البرلمان، لان ايضا حتى شفنا سن الاعضاء قد ايه انخفض وقد ايه بقى في شباب كثير جدا في البرلمان. فاتمنى طبعا ان يكون هناك مشاركه. سؤالي الاخير وهي مشاركه المراه طبعا في البرلمان، وفي طبعا مقاعد مخصصة للمرأة، ومشاركة كمان ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب هبدأ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهقول لحضرتك انه اللجان متجهزة لهم يعني بشكل لا، انا ما بتكلمش على اللجان، انا بتكلم على البرلمان نفسه، وفكرة ان البرلمان صحيح. يكون فيه تجهيزات. شفناه في البرلمان اللي فات، كان ليها فايده؟ خلينا اسالك بصراحه، وجود المراه ووجود او مقاعد مخصصه للمراه ومقاعد مخصصه للدوله. خليني اقول لحضرتك قبل 2013 ما كانش فيه في المشهد اطلاقا لا المراه المصريه ولا الشباب ولا ذوي الاحتياجات الخاصه. ولكن طبعا في البرلمان اللي فات كان في مكتسبات كثيره جدا لذوي الاحتياجات الخاصه. السيد الرئيس شخصيا بكل سنه في احتفاليه ذوي الاحتياجات الخاصه ايضا بيقول قد ايه الدوله المصريه بتعمل صندوق لهم، وكثير جدا من الانشطه لابد من دمجهم في المجتمع. قبل 2013 لم يكن يوجد اطلاقا مكان لهم في المجتمع، ولا حتى في الخدمات الاساسيه، ولا حتى في الشارع. ولكن خليني اقول لحضرتك يمكن في الخمس سنوات الماضيه كان في قرارات كثيره جدا من وزاره ومشاريع من وزاره التضامن ان يكون لهم معاش مخصص، ان يكون لهم الحق في تركيب اطراف صناعيه من فقدوا اطرافهم. كثير جدا من المكتسبات. بالنسبه للمراه طبعا حدث ولا حرج، نحن نتحدث عن عصر ذهبي للمراه، سواء في الشمول الاقتصادي، الاجتماعي، الأمان، حتى في مبادرات كثيرة جدا على المستوى المجتمعي كان هدفها تأمين المرأة بحيث أنها توفر لها بيئة ومناخ جيد للعمل والمشاركة أيضا في الدولة المصرية. أنا بشكرك أستاذة الدكتورة مريان جرجس الكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة. وطبعا هنتابع مع بعض المشهد، وأكيد في مشاركات كتيرة. شكرا ليك على وجودك. بشكر حضرتك فندم. مشاهدينا الكرام، موجز اقتصادي قصير مع الزميلة أمل نعمان، ونعود لموضوعنا الثاني وحوارنا الثاني، حوار طبي هام ربما يكون فيه الأمل للكثير من مرضى السرطان بأيدي مصرية. أمل نعمان بعد قليل.